خناقة الشرقية اللي كلها سحر وشعوذة. يا ترى ايه الموضوع وايه الحكاية؟ حكايتنا النهاردة بنتكلم على خناقة الشرقية. ايه هي خناقة الشرقية؟ خناقة الشرقية بين سناء وبين نورة. مين سناء ومين نورة؟ هنعرف التفاصيل دلوقتي مع بعض، بس بعد ما نشوف الفيديو البسيط الصغير ده هيوضح لنا بالظبط ايه اللي حصل في الخناقة، وبعد كده هنشوف اسباب الخناقة ايه. اتفضل معايا. هتعملي لي عمولات عشان مش هجيب الدكتور يا سناء؟ هتعملي لي عمولات عشان مش هجيب الدكتور؟ عايزه توصي يا سناء؟ بس مصوراكي عايشين في البطن انتوا مش هتجيبي العرض. هكلمك في روحي يا هبيعك وراك الخدامه وهشتغل وهخليك يا بنت الجهل. هتعملي لي ازاي؟ هتعملي لي عمولات؟ هخليك الشيخ يتوضى باللبن في الحمام يا نور وخليك الريح في روحي. والله يا نور هخليك زي ما انتم سامعين كده الخناقه فيها سحر وشعوذه. ازاي يعني؟ يعني قالت لها يا نوره هجيب لك شيخ يتوضى في الحمام باللبن ويعمل لك سحر، وما تخليكي تشوفي لا الولد في بطنك ولا تشوفي لك ولد ولا صبي. وايه غير كده وكده ايه كمان؟ تقول لها خليكي ماشيه في الشارع تشد في شعرك وتعملي شعرك كده وهبيع اللي ورايا واللي قدامي. هو في كده؟ في ناس كده. في ناس عندها يعني شيء من الجحود والغل والغباء. طب ايه السبب اللي خلى الست دي تعمل كده؟ وهل في حقيقي ناس بتعمل الحاجات دي؟ في ناس بتعمل السحر الاسود ده، ناس بتموت ناس وبتعمل كده، بتقضي على بيوت، بتخرب بيوت، بتدمر مستقبل ناس بالاعمال والاسحار والشعوذه وحاجات زي ما احنا بنسمعها ديت. اول مره نسمع الحاجات دي على العلن. لا، موجوده وناس كتيره بيضروا الناس بكده، ناس كتيره بيضر بعضها بكده. طيب ايه السبب اللي خلاها تعمل كده؟ او ايه السبب اللي خلى سناء تطلع تتكلم مع مرات اخوها كده؟ تعالوا نشوف السبب عشان نحكم على الاتنين ونشوف مين الصح ومين الغلط. نشوف السبب كده مع بعض. اهلي جانب بيت اهلي جنبي، مامتي رنت عليا قالت تعالى عاوزاكي. رحت لقيت اختي معوجه كنت رايحه اغسل ليها. وبعدين لقيت مرت اخوي نازله بقى انبوبه قطعاها بخرطوم الانبوبه قطعاها ومعها سكينه ومعها ولاعه بتقول لي بتولع فيكم دي بيتي وانا حره في ريحه دي. ينفع الاقيها بتضرب اختي المعوجه دي ومامتي مريضه سكر، ينفع اسيبها ومش احمي امي؟ قاعده تتنرفزني وتقول انت جايه تعملي ايه؟ انت جايه سايبه بيت جوزك وجايه هنا ليه؟ انت جايه تكرفينا وفي حد بيروح بيت اهلها. يبقى هي كده. زي ما انتم شايفين ان السبب ان مرات اخوها نازله تضرب اختها المعاقه اللي هي ساره من ذو الهمم، نازله تضربها وماسكه معاها السكينه وقطعه الخرطوم بتاع الانبوبه ومعاها ولاعه، ونزلت ضربت ساره وسدتها من شعرها وحاجات من دي. وقامت والدتها طلبتها، قالت لها تعالي يا سناء مرات اخوكي ضربت مين؟ ضربت اختك. جيت سناء طبعا متهوره وجيت واتكلمت وزعقت وهعمل لك عمل ومش هخليكي تشوفي الواد وهخليه يضلك يا سناء وهخليكي تمشي يا سناء في شعرك عامله كده اهو يا سناء. وقعدت بقى تلبخ في الكلام وتقول لي سناء مش هخليكي تشوفي يوم حلو، هخليكي ماشيه مجنونه وي وي وي. طيب عرفتوا السبب سناء ليه قالت كده؟ سناء قالت كده عشان خاطر اختها، عشان اختها المعاقة اللي ضربتها نورة وشدت شعرها وبهدلتها. يا ترى بقى مين هنا اللي ليه حق ومين اللي ملوش حق؟ مين هنا الصح ومين هنا الغلط؟ الاتنين غلطانين. سناء باين عليها خالص ان هي مش متعلمة، او بمعنى اصح هي يعني عايشة في حاجة معينة كده في البلد الأرياف أو في الشرقية. بتسمع إن فلانة عملت عمل لفلانة وخلتها اتطلقت وفلانة ودت، فعايزة تعمل بقى يعني تجيب حق أختها عن طريق الأعمال. وطبعا ده شيء الواحد بيستنكره نهائي نهائي نهائي. انت كده بتخربي بيت، بتدمري أسرة، بتعملي حاجات كتيرة غلط، بتغضبي ربنا. السحر ده يا جماعة مؤذي مميت. يعني يا جماعة اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. الناس اللي بتعمل الحاجات دي يعرفوا ان في حاجة اسمها ربنا، في حاجة اسمها ربنا. يعني بجد قادر ينتقم بجد من اي حد يأذي حد. ربنا فوق ومنتقم منتقم منتقم جبار من كل واحد يأذي حد او يعمل لحد كده. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب طب والست نورة؟ نورة مش سهلة خالص.
نورة فاهمة هي بتعمل ايه. نورة صورت سناء وهي في عز غضبها، ورتها للناس او حبت تصور سناء لهدف في حياتها او هدف معين. ايه هو الهدف اللي انت عايزة توصليه يا سناء، يا نورة قصدي، ليه سناء هدفين. هدف ان هي توري اخوها سناء بتدعي عليا وبتقول ايه وهتعمل لي اعمال، والهدف التاني تعالوا نسمعه قالت لها ايه. برد يا سامع عشان هيتكلم ولا مرة تجيلها طرحة قدام الرجال. ارقص ارقص يا سون. طب صوري روحك انت بتصوري روحك ومش هتصوري انا بصوتي صورة. هدفها التاني بعد ما صورتها، فينك يا سمعة تعالى شوف سناء وهي قلعة الطرحة وقدام الرجالة قاعدة تترقص. يعني انت دلوقتي كان هدفك توري سمعة جوز سناء بتعمل ايه، او بترقص او ده او ده او ده او مبينه شعرها. هدفك تخربي برضك البيت زي ما هي برضك فكرت تفكير غلط في خراب البيت. انتوا الاتنين فكرتوا التفكير الغلط في خراب البيت. مفيش حد فيكم انتوا الاتنين كان في دماغه وعي او تفكير او حل المشكله. انت بتتعرضي لانسانه ضعيفه من ذو الهمم، لا حول لها ولا قوة، ضربتيها. دي نورة بقى اللي عملت كده. والتانية عايزة تاخد حقها بطرق غير شرعية، بطرق غير شرعية، ان انت تعملي عمل وهتبيعي اللي وراكي واللي قدامك. الاتنين كانوا في نقطة الاتهام. نقطة الاتهام ازاي؟ واحدة هتمشي بالاعمال والتانية بتمشي برضك في خراب البيت وخراب الاسرة. بجد كان اصعب حد انا شفته، مش اللي يعني مع او مع اللي معايا يتفق او ما يتفقش، لاني انا بشوف ناس بتتكلم يعني بتحكم على المواضيع بطريقه غريبه قوي قوي قوي، وبتقول تعليقات سلبيه وحشه قوي قوي قوي. مش معنى ان انا بقول فلانه غلبانه وبدافع عنها معنى ان انتوا مثلا تقولوا في التعليقات كلام صعب قوي قوي بيجرح. يعني بجد زعلني جدا جدا موضوع التعليقات السلبية اللي انا بسمعها. بجد يعني حاجة مقززة. يعني بجد اسوأ من اللي سناء قالته، والله اسوأ من اللي سناء قالته لنورة. بجد تعليقاتكم السلبية وكلامكم السلبي وقلة الاحترام ويعني مفيش مشاعر لحد اسوأ من اللي سناء عملته. نرجع لمرجوعنا تاني ونتكلم على مشكلتنا. الاتنين غلطانين، سواء نورة او سواء سناء. دي حبت توري لجوزها وديت حبت توري لاخوها. الموضوع بنسمعه كتير في الاماكن، سواء الريف او القرية او ده موضوع الاعمال والاسحار والعمل الاسود والده وده وده. بجد حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يفكر في كده او اللي يعمل لحد حاجة زي كده. بجد يعني ربنا منتقم وجبار ان شاء الله، ياخد حق كل واحد يفكر يعمل لحد حاجة او يأذيه. لكن الست نورة دي بقى واعية وراكزة وهادية، صورتها وقعتها في الغلط وفرجت الكل وخلت الكل شتم سناء وقال على سناء ان هي ست وحشة، رغم ان سناء جاية بتدافع عن اختها. سناء جاية تحمي اختها من نورة اللي ضربتها. سناء كانت جاية تحمي اختها من نورة اللي ضربتها. هي دي المشكلة. اخت مندفعة غلطت عشان تدافع عن اختها وتقول لنورة انا مش هسكت لك على اللي انت بتعمليه في اختي. حبايب قلبي الفيديو بتاعي خلاص كده خلص. انا مع او ضد اللي بيحصل ده. انا لن اتفق ابدا مع سناء في الدعوة اللي هي دعتها، ولن اتفق مع سناء ابدا في ان هي تحل مشكلتها بالمنظر ده او تتكلم بالمنظر ده. في حاجة اسمها قانون، في عرف في البلاد عندكم بتعملوا قعدات عرفية. انا لن اتفق ابدا مع سناء في اللي قالته. ولكن نورة كانت هي الايد الخفية اللي ورا الكاميرات، اللي حبت تظهر سناء بشكل وحش، سواء قدام الناس او سواء قدام اخوها او سواء قدام جوزها، بدليل ان هي
صورتها بشعرها وعشان تقول لجوزها اتفضل يا سمعة اتفرج شوف سناء وهي بشعرها. حبايب قلبي حلقتي هنا كده خلاص خلصت، واتمنى اسمع واشوف تعليقاتكم الجميلة اللي تكون كويسة، مش السلبية اللي كل مرة بسمعها. بجد يعني الواحد زعلان من التعليقات السلبية. في رعاية الله وحفظه. سلام.